لحظة بس. بخبرية على الماشي لليوم. خلينا نشوف. بخبرية على الماشي اليوم، حلا شيحة بتعتذر لجميع فنانين مصر وبتوجه الشكر لأشرف زكي، وميرهان حسين بتأدي مناسك العمرة، وسما المصري بتشارك بالانتخابات الرئاسية بأول ظهور لها بعد خروجها من السجن. التقت الفنانة المصرية حلا شيحة بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لها بأزمتها الأخيرة. واعتذرت حلا شيحة لجميع فناني مصر وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات اللي تداولتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها بتكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر. وأكدت أنه الفن رح يضل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، وقالت نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، ورح تضل مصر بفنها وفنانينها القوة الداعمة بالوطن العربي. سافرت الفنانة المصرية ميرهان حسين للأراضي المقدسة لأداء العمرة، ونشرت الفنانة ميرهان صورة إلها من أمام الكعبة المشرفة على حسابها بموقع انستغرام، وظهرت بالصورة وهي بترتدي عباءة وحجاب باللون الأبيض، وعلقت وقالت اللهم تقبل منا. يذكر انه ميرهان حسين تعقدت مؤخرا على المشاركة بمسلسل بعنوان حق عرب بطولة الفنان احمد العوضي، والمقرر عرضه بشهر رمضان القادم 2024. حرصت الفنانة سما المصري على الادلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية، وذلك بأول ظهور لها بعد خروجها من السجن. سما المصري نشرت فيديو لها وهي بتشارك بالانتخابات، وذلك على حسابها بموقع انستغرام، وعلقت وقالت من انتخابات الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء. وأضافت وقالت انتظروا فيديوهات من انتخاب اليوم على قناتي على يوتيوب، وانتظروا فيديوهات أخرى لمواضيع متعددة، وحشتوني. وكانت قد قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بشهر فبراير سنة 2021 بتعديل حكم حبس الفنانة سما المصري من 3 سنوات وغرامة 300,000 جنيه للحبس 2 وبقاء الغرامة كما هي. خلصت خبرية.